السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بخير. وقبل اي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي، فضلا وليس امرا ما تنسوش تدعمونا بلايك حلوة زيكم، تشاركوا الفيديو مع اخواتكم واصحابكم وحبايبكم عشان نكبر بيكم وليكم. حابة اذكركم ان تفسير الاحلام ما هو الا اجتهادات، والله تعالى اعلى واعلم. النهارده ان شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية حلم اسم غريب في المنام للامام ابن سيرين. وكتير من علماء التفسير فسروا اسم غريب في المنام على انه بيدل على شخصية الرائي، وانه بيحس بالوحدة، وان كمان بيفضل العزلة والغموض، وانه كمان بيحب يعيش عيشة تقليدية، ما بيحبش يعيش حياة متجددة، أو إنه بيحب التغيير والتجديد، ولكن بيدل على شخص بيحب الوحدة والعزلة. كمان اسم غريب في منام المتزوجة بيدل على إحساسها بالوحدة وعدم احتواء زوجها ليها. كمان اسم غريب في منام المرأة الحامل بيدل على إحساسها بالوحدة وعدم حب زوجها ليها، او انه مش مكفيها بالمشاعر والاحاسيس. كمان اسم غريب في منام المرأة المطلقة بيدل على احساسها الشديد بالوحدة بعد اللي مرت بيه مع زوجها، وفي بعض الاحيان بتكون بتفتقد طليقها، والله تعالى اعلى واعلم. كمان اسم غريب في منام المرأة الأرملة بيدل على إنها بتشعر بوحدة شديدة بعد غياب زوجها أو بعد وفاة زوجها، وإن مفيش حد عوض مكانته ومنزلته عندها أبدا. كمان اسم غريب في منام الطالب بتدل على إنه طالب تقليدي، طالب ما بيحبش المذاكرة بالطرق الحديثة، ولكن هو طالب بيحب الأمور التقليدية جدا في المذاكرة. اسم غريب كمان في منام الأعزب أو العزباء بيدل على إنه شخصية بتحب العزلة والغموض، ما بيحبش حد يعرف أسراره، ما بيحبش حد يعرف حياته ماشية إزاي، بتحب دايما تكون تحتفظ بكل أمور حياتها في سرية تامة، ومش بتحب حد يعرفها ولا بتحب حد يشاركها أمورها أو أمور حياتها. وكذلك الشاب الأعزب. كمان اسم غريب في منام الرجل المتزوج بيدل على انه شخصية غامضة وبيصعب فهم الزوجة ليه، وعشان كده هو دايما حاسس بالوحدة، والله تعالى أعلى وأعلم.